في يوم سيدنا محمد كان قاعد مع الصحابة وقال لهم حاجة غريبة جدا. قال لهم أنا نفسي أشوف إخواني. فالصحابة بصوا لبعض واستغربوا، قالوا له يا رسول الله هو إحنا مش إخوانك؟ فسيدنا محمد قال لهم لا، أنتم أصحابي، لكن إخواني هم قوم من بعدي هيؤمنوا بيا من غير ما يشوفوني، والقوم دول هو إحنا فعلا كلنا مؤمنين بسيدنا محمد وبنحبه كلنا وعمرنا ما شفناه. فالرسول عاوز يشوفنا ويتعرف علينا، عاوز يشوف في كام واحد جه بعديه وآمن بيه. فالصحابة قالوا له يا رسول الله انت هتعرفهم ازاي يوم القيامة؟ ده يوم هيتحاسب فيه كل المخلوقات اللي خلقها ربنا، واحنا عارفين ان سيدنا محمد هيشفع لنا في اليوم ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة. بس انا عاوز اضمن ان سيدنا محمد هيعرفني عشان يشفع لي ويدخلني الجنة، وهو هيعرفني منين وسط كل دول؟ فلما الصحابة سألوه السؤال ده رد بسيط جدا، قال لهم انه هيعرفهم من اثر الوضوء. مكان ما انت بتتوضى هيكون منور يوم القيامة، فانت هتكون منور وسط كل اللي حواليك، هتكون مختلف عن اللي جنبك اللي ما كانش بيصلي واللي مش مسلم اصلا. فتخيل كده انك لا بتتوضى ولا بتصلي، فسيدنا محمد هيعرفك ازاي؟ صلي على سيدنا محمد.